السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالى اقول لك على انجح طريقة لتخزين ورق العنب. انا معتمدها من سنين، متعودة عليها. زائد اني هقول لك امتى الوقت المناسب اللي تقدري تخزني فيه ورق العنب. ودي حاجة يعني مع الوقت انا اكتسبتها وعرفتها، يعني كده بالصدفة كده لوحدي. انا ده زي ما انت شايفة كده، بجيب الورق العنب. اول حاجة لازم تنقي الورقة الخضراء الناعمة، والورقة دي مش هتلاقيها غير الأيام دي اللي احنا فيها دلوقتي. يعني لو اتأخرت شوية هتلاقي الورق اللي التخينة اللي تحسيها ناشفة كده في العمايل، مش حلوة خالص. أحلى وقت تخزني فيه هو الوقت ده. أنا كنت بخزن قبل، يعني قبل كده كنت بخزن، بستنى نفسي على الآخر كده شهر 8 ولا شهر 7 وأخزن. لقيت لأ، بلاقي الورق ناشف ويطلع معايا مش كويس، ويفرول ويبقى مش حلو. اما لما بقيت اخزن في اول الموسم، يعني قبل دلوقتي ودلوقتي، ده دلوقتي احلى وقت تخزني فيه. الورقه تجيب الورقه الخضراء الناعمه الجميله اللي زي ما انت شايفه كده. بص انا بوريك الورقه قد ايه بتبقى ناعمه، بيبقى لها طعم، ولما تيجي تاكليها بتستوي بسرعه معاكي، وتلاقيها ناعمه كده مش شاده، ومش مفروله لما تيجي تعمليه، وتبقى ناشفه كده. في ورق بيبقى ناشف، وده قالوا ان هو يعني ناس بتقول ان ده بيبقى ورق فراوله او ورق توت. حاجات تانية ظهرت في السوق لما ورق العنب بقى غالي. ولكن لا، ورق العنب معروف، هتعرفيه بالطريقه دي، وهتعرفي ان هو الشكل بتاعه بيبقى فاتح قوي، اللون زي ما انت شايفه، زائد النعوميه اللي فيه. انا بجيب كم كده، كل ما بنزل السوق اجيب مثلا بالكيلو. الكيلو كان عامل 70 جنيه، وبيتراوح ما بين 80، او في ناس بتبيع ب 45، على حسب السوق اللي عندك. يعني ممكن الحته عندي تبقى غاليه، انا مثلا عندك انت رخيص ممكن. بس اهم حاجه يعني ركزي وانت بتشتري في ورق العنب. بجيب ورق العنب زي ما انت شايفه، وقصيته بالمقص كده، خدت الجذور بتاعته وقصيتها، وبعد كده لفيته في الاسترتش. طبعا انا اهم حاجه ان انا الفيديو شرح نفسه في ان انت هتخزني ازاي، ولكن انا حبيت اقول لك المعلومات دي، لأن المعلومات دي مهمه وانت بتخزني ورق العنب. ولا في ازايز، ولا في بطرمانات، ولا في اي حاجه. والله دي احسن طريقه واسلم طريقه لتخزين ورق العنب، مريحه وجميله. ولو بطلعه يا دوبك كده بحطه في ميه كده وبسلقه وخلاص، يبقى جاهز زي الفل. بص مجرد ما عملت الكميه كلها اللي عندي، اللي انا كنت جايباها في الوقت ده. كل ما بنزل بجيب بالكيلو، اجيب بالكيلو ونص كده، يعني ما بجيبش كم مره واحده. بصي، وبخزنه كده في ورق استرتش، او يعني يبقى عندك اكياس عادي لفيها بس. اهم حاجه طلعي منها الهواء، وتعمليه كده وتروحي حاطاه في الفريزر. هنا بقى لما طلعته في الفريزر برضو حبيت اوريهولك بعمله ازاي. هنا طلعته كده من الفريزر. بص الشكل بتاعه بيبقى بالمنظر ده، اهو متفرزن والتلج فيه تمام. يعني مش تطلعيه وتسيبيه تركنيه، لا لا لا، انت طلعيه من الفريزر عادي وهتلاقي فيه التلج عادي، مفيش مشكله. تكوني بقى حاطه ميه على النار، ومجهزه زي ما انت شايفه كده الميه، ويا دوبك تفكيه كده. بصي انا بحب اوريهولك يعني بوريهولك عامل ازاي. انا مش بحط في الميه غير شرايح الليمون وحبه ملح، مش بحط اكتر من كده. وابدا احط بقى اللي انا طلعته ده، تمام. بس مجرد ما ياخد غلوة كده، بروح حطاه في مصفى، واجري على الحنفية على طول وبغسله. بصي اهو. شرايح الليمون دي مهمة في ورق العنب، بحب الليمون عشان تخلوا بالكم، سواء بعد ما تحشيه مثلا تحطي كده في ترص في الحلة فتحطي شرايح ليمون، او انتي برضو بتحطيه على النار زي ما انت كده شايفة بتسلقيه، برضو تحطي ليمون. بيدي طعم كده وبيدي مزازة شوية كده حلوة. ودبس رمان كمان زي ما انت شايفه كده. انا بحط كده اهو، وبروح مطلعه في المصفى اول ما الاقيه خلاص معايا تمام، واجري بقى على الميه على طول. مع الميه كده هيبقى معاكي زي الفل، وبعد كده تسيبيه يتصفى، يبقى جاهز معاكي للحشو. هتحشيه ويبقى زي الفل. يا رب كده تكوني استفدتي بالمعلومات، يعني اللي اديتها لك كده على قد يعني ما معرفتي فيه في السنين اللي فاتت، وجمعت لك يعني المعلومات بتاعته، وقد ايه التخزين بتاعه سهل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا ليكم والسلام عليكم.